حبايبي عاملين ايه؟ النهارده عملنا احلى غدا واسرع غدا. اتفرجوا معايا الفيديو للاخر وانتوا تعرفوا احنا عملناه ازاي. وفي البانيه عملناه بطريقه حلوه قوي. اتفرجي وانتي تعرفي الطريقه الصح للبانيه. اتفرجي بقى وشوفي وقولي لنا ايه رايك. يلا حطوا لنا بقى اللايك والاشتراك. خليكي معانا. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده هنعمل غدا حلو وسريع. بصوا عاملين النهارده بانيه، هنعمله بخلطه حلوه، وهنحمر جنبيه بطاطس ومحمرة مكرونة. تعالوا بقى نعمل ايه البانيه دوت. هستخدم فيه ايه؟ هنحط لها ايه الاول؟ احط لها بصل مقطعاه شرايح عشان اعرف اطلعه انا بحمر، عشان ما يتحرقش في الزيت زي كده. يبقى جبنا البانيه غسلناه نقعناه في شوية ملح وليمون، وهنكمل بيه الوصفة. بصوا كده احنا ايه حطينا ايه؟ البصل. هنحط ايه؟ فلفل اسمر، وهنحط بودرة بصل، ده شوية ملح، فلفل اسمر، بودرة ثوم، بهارات فراخ، لازم بهارات الفراخ ديت، وبحط شوية شطة صغيرين. كل ده هتعاقب مع بعض عشان كله يشرب من كل التوابل دي. بصوا شكلها في الاول عامل ازاي. ظبطي ملحها وخلصيها كلها. بصي يا بنات شكلها عامل ازاي، هي واخدة التوابل بشكلها. يبقى احنا عملنا البانيه، حطينا عليه بصل متقطع شرايح، والتوابل كلها اللي انا حطيتها ملح، فلفل اسمر، شطه، بودره بصل، بودره ثوم، بهارات الفراخ لازم. خليكي معايا كملي الوصفه. هنحط لها ايه تاني؟ هنحط لها بيض، وهنقلبها مع البيض. وبعد كده هنحطها في التلاجة شوية، وبعد كده هقولك هنعمل فيها ايه. وظبطي ملحها. شكلها هيبقى حلو ازاي، شاربة من كل التوابل ومن كل حاجة. بصي كده هي كده خلصت. هنحطها في التلاجة، ولما نيجي نحمر هقولك هنعمل ايه تاني. خليكي معايا ما تروحيش في حته، كملي الفيديو هيعجبك. غدا النهارده سريع وحلو، مكرونه محمره، بطاطس محمره، هو ده الاكل يعني متهيألي الكل ما يختلفش عليه. خليكي معايا وكملي. هنعمل دلوقتي الفيجيتار بتاع البانيه عشان نحطه في التلاجة لمدة ساعتين قبل التحمير. دلوقتي انا عندي ده فيجيتار حار، احط عليه بقسماط شويه، واحط شويه نشا، نحط التوابل زي التوابل اللي احنا حطيناها على البانيه احنا بنعمله، هي برضو هنحطها هنا. بودرة بصل، بودرة ثوم، فلفل اسمر، شوية ملح، بهارات فراخ. وهو ده فيجيتار حار بس هنحط شوية ايه، شطة. هنظبطها كده من كل ناحية. تاكلي بقى حبة بانيه مقولكيش طعمه تحفة مقولكيش. دلوقتي كده هو جاهز نحط ايه البانيه فيه. قلبيه حلو عشان ايه التوابل ممكن تكلكع في حته وحته لا. هنحط ايه البانيه لغايه هنخلص كله. بعد كده هنحطه في طبق كده عشان هنحطه في التلاجة.
ونفضي من عليه البصل علشان ما يتحرقش منك في الزيت. طعمه بيبقى حلو قوي بنات، جربوها هيعجبكم. اللي هتتبلي البانيه هتتبلي برضو الفيجيتار بيه نفس البهارات نفس التوابل عشان كله يبقى طعمه واحد. بصوا البصلة هنفضل بقى نعمل في كل الباقي لغاية ما نخلصه ونحطه في التلاجة ساعتين قبل التحمير. نحطه كده عشان نحطه في التلاجة. بصوا كده يا بنات، احنا كده خلصنا كل البانيه، عملناه بالفيجيتار زي ما قلت لكم على التتبيله اللي عملناها كلها فيها. حطيه في التلاجة لمده ساعتين. هقول لك بقى على حاجه تانية. بصي ده اللي باقي صح، جواه حته بانيه صغيره متقطعه باقيه من البانيه. هترميه؟ لا ما ترميهوش، خساره. هتعملي ايه؟ هتاخدي من ده شويه هتقلبيه فيه، هو متبل والفيجيتار متبل. عارفه بقى تعملي بقى احلى قرص بالتكليف البانيه. كده هنحمر المكرونه نديها لون حلو كده جنب البانيه والبطاطس. يلا بقى اشتركي معايا في القناه واكتبي لنا تعليق. الاكل النهارده سهل وبسيط وهيعجبك وسريع. خليكي معانا كملي الفيديو هيعجبك. بصوا كده يا بنات، هي كده ايه اتحمرت. هنحط لها الميه انا هحط لها مكعب شويه فلفل اسمر، شويه الملح، وهنسيبها بقى على النار. ولما تغلي غلوتين 3 كده نبقى نهدي شويه على النار. خليكم معانا كملوا ايه الوصفه. بصوا يا بنات كده هنحمر البطاطس جنب البانيه. نحمر بقى البانيه يا بنات، ده اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة ساعتين في الراجل. نشوف في الاخر هيبقى شكله عامل ازاي. كده خلاص احنا خلصنا يا بنات الاكل. ايه رايكم بقى في الاكل بتاعنا؟ اسرع منه مفيش. بطاطس مكرونه بانيه، كان ناقص سلطه بس انا ما عملتش. ايه رايكم بقى؟ قولوا لنا رايكم في الاكل. يلا حطوا لايك بقى واشتراك.